السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكل متابعينا الرياضيين. المنتخب الوطني المغربي لأقل من 23 سنة تحت قيادة المدرب الوطني طارق التيتيوي تأهل مباشرة إلى نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة المقامة، أو يعني المقامة مناصفة بين كينيا، تنزانيا وأوغندا. هذه المنافسات غادي تبدأ يعني من 1 إلى 28 فبراير من سنة 2025. فهنيئا للمنتخب الوطني المغربي لأنه غادي يعني غادي يتجنب المعاناة ديال الانتقال أثناء إقامة هاد الإقصائيات. فيعني مباشرة المنتخب الوطني تأهل بعد انسحاب المنتخب المصري وكذلك المنتخب الجزائري. فهنا الكونفدرالية الإفريقية قررت على أن منتخبات شمال إفريقيا اللي هما 3 غادي يتأهلوا مباشرة، منهم المغرب، ليبيا وكذلك تونس. فهنيئا للمنتخب المغربي على هذا التأهل. فبالنسبة للمنتخب الوطني المغربي الكبار يعني تحت قيادة المدرب وليد الركراكي، فتم المناداة يعني وليد الركراكي تم المناداة يعني في اللائحة الجديدة على جوج ديال اللاعبين اللي هما لاعبين يعني في مستوى عالي. للاعب الأول الصحراوي اللي تيلعب مع فريق ليل الفرنسي. الصحراوي كان فرحان بزاف وسعيد جدًا، عبّر على السعادة ديالو يعني لا هذه المنادات، وأنه غادي يمثل أسود الأطلس في المقابلة المقبلة أو المقابلتين المقبلتين ذهابا وإيابا أمام إفريقيا الوسطى برسم الجولة الثالثة والجولة الرابعة من كأس إفريقيا، من إقصائية كأس إفريقيا المقامة إن شاء الله السنة المقبلة بالمغرب. كذلك يوسف بن العامري حتى هو من اللاعبين اللي نادى عليهم المدرب الإطار وليد الركراكي، فحتى هو عبّر على السعادة ديالو ويعني الفرحة ديالو بالترحيب. يعني عبّر على أنه تلقى ترحيب كبير من طرف اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي، وأنه غادي يقوم يعني غادي يقدّم وغادي يحاول أنه يقدّم كل ما في جعبته من أجل إرضاء يعني المغاربة، يعني وأنه يكون في المستوى وعند حسن تطلعات الجمهور المغربي. فيعني هذا هو الجديد فيما يخص الأخبار الرياضية، أخبار المنتخب والكرة المغربية. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، السلام عليكم.